مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. طبيب الاهلي يطمن الجهاز الفني بقياده يستروب على جراديشار بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبيه اليوم من اجل تحديد موقفه من مواجهه الزمالك في نهائي السوبر المصري. ويؤكد بان الاصابه التي تعرض لها جراديشار في لقاء سيراميكا كليوباترا الماضي عباره عن اجهاد فقط ولا تمنعه من المشاركه مع الاهلي امام الزمالك، واللاعب بيخوض تدريباته مع الاهلي بشكل طبيعي وجاهز للمشاركه مع الاهلي في نهائي السوبر امام الزمالك. الجهاز الفني للاهلي يؤكد خروج حسين الشحات وامام عاشور واشرف داري من الحسابات الفنيه لمواجهه الزمالك في نهائي السوبر المصري بسبب عدم جاهزيتهم حتى الان. والثلاثي بيواصلوا تدريباتهم التأهيلية من أجل الجاهزية للمشاركة مع الأهلي في مباريات الدوري بعد خوض الفريق نهائي السوبر. تحذيرات قوية من جانب مسؤول الأهلي الأحمد السيد زيزو قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر من الهجوم المتوقع من جانب جماهير الزمالك على اللاعب طوال اللقاء. والبعض يطالب اللاعب بعدم الانشغال بما يقال من جانب جماهير الزمالك والتركيز فقط في الملعب حتى لا يتأثر نفسيا ويخرج عن تركيزه من اللقاء. ويحذرون اللاعب بقوة بعدم الرد بأي شيء أو الالتفات لجماهير الزمالك لعدم توقيع عقوبات صارمة عليه بعد المباراة. يستروب مدرب الاهلي يبدا دراسات نادي الزمالك فنيا من اجل معرفه خطوره الابيض ونقاط الضعف لوضع بعض الجمل التكتيكيه والفنيه المناسبه للقاء. ويعقد جلسات مكثفه مع جهازه المعاون من اجل وضع بعض الجمل التكتيكيه والخططيه المناسبه للقاء الزمالك نظرا لرغبته القويه في حصد اول القابه مع الاهلي. ويطلب من محلل الاداء تقرير شامل عن نادي الزمالك وتقرير عن كل لاعب في الزمالك ونقاط القوه والضعف في الفريق الابيض من اجل شرح اللاعبي الاهلي نقاط القوه والضعف في الزمالك لاستغلال نقاط الضعف والحذر من نقاط القوة طوال اللقاء. مجلس إدارة الأهلي ينتظر عودة الفريق من الإمارات من أجل اتخاذ قرار يستروب بشأن قائمة الراحلين عن الأهلي خلال انتقالات يناير المقبلة لبدء النادي تسويقهم خلال الفترة القادمة. واستقرار كبير داخل الأهلي على رحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق خلال انتقالات يناير المقبلة حال موافقة يستروب على رحيله. وأيضا هناك استقرار كبير على رحيل مصطفى العيش عن الأهلي حال تمكن الأهلي في التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. كمان مسؤول الأهلي ينتظر قرار يستروب بشأن اللاعبين الأجانب المتواجدين حاليا واللاعبين الذي يرغب في بقائهم مع الفريق خلال المرحلة القادمة وتحديد اللاعبين الأجانب الذي ينوي الاستغناء عنهم في يناير. وهناك استقرار داخل الأهلي على رحيل أليو ديانج عن الأهلي في حال فشلت محاولات تجديد عقد اللاعب مع الفريق خلال الفترة القادمة. ولذلك من أجل الاستفادة من رحيل أليو ديانج ماليا لكي لا يرحل عن الأهلي بشكل مجاني في نهاية الموسم الحالي، الأهلي يبدأ تدريباته اليوم في أبو ظبي من أجل الاستعدادات لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد القادم. وتحذيرات قوية من جانب يستروب لمدافع الاهلي من الاخطاء الذي يقع فيها مؤخرا في المباريات مع الاهلي ويطالبهم بضروره التركيز واللعب بكل جديه وبمبدا الامان خلال لقاء الزمالك. ويضع بعض التدريبات المنفرده لمهاجمي الاهلي لحل مشكله الفرص الضائعه لاستغلال انصاف الفرص امام الزمالك. كمان يستروب بيمرر لاعبي الاهلي على ركلات الترجيح تحسبا للوصول اليها امام الزمالك في نهائي السوبر. وايضا مدرب حراس مرمى الاهلي يبدا الشرح لمحمد الشناوي ومصطفى شوبير باعاده فيديو ركلات الجزاء بين الزمالك وبيراميدز من اجل تحفيز حراس الاهلي عن طرق تسديد لاعبي الزمالك لركلات الجزاء. طاهر محمد طاهر يؤكد بان جميع لاعبي الاهلي تعيش حاله من التركيز الشديد في بطوله السوبر المصري من اجل تحقيق اللقب. ويؤكد بان الاهلي دائما يدخل اي بطوله بهدف واحد وهو التتويج والفوز بالبطوله واضافه لقب جديد الى دولاب البطولات. وايضا نرغب في تعزيز مكانه الفريق في هذا البطوله التي تعد من المحطات المهمه في بدايه كل موسم. مشاركه الاهلي في السوبر هذا العام تحت قياده فنيه جديده تمنح اللاعبين دوافع اضافيه. فالجهاز الفني للاهلي بقياده يستروب يمتلك فكر مميز وروح ايجابيه تنعكس على اللاعبين داخل الملعب. والجميع يعمل بكل جديه من اجل تقديم افضل مستوى وتحقيق اول بطوله للجهاز الفني مع الاهلي. وايضا في خطه تؤكد استمرار مسيره البطولات التي يسعى اللاعبين دائما للحفاظ عليها واسعاد الجماهير بها. اللعب في الامارات يشبه اللعب في مصر تماما من حيث الاجواء والدعم الجماهيري الاكبر الذي يحظى به الاهلي في كل مكان، وهذا الامر يمنحنا راحه وثقه اضافيه. مبادره الاهلي لاطلاق منصه تعليميه تساعد الرياضيين على استكمال دراستهم بالتوازي مع مشاورهم الكرويه. هذا الخطوه تعكس رؤيه النادي في دعم الشباب وصناعه اجيال قادره على النجاح داخل وخارج الملعب، ومثلها مثل التجارب الاوروبيه الكبرى وعلى راسها برشلونه. يستروب مدرب الاهلي يدرس جديا مع جهازه المعاون تغيير طريقه اللعب امام الزمالك لمفاجاه احمد عبد الرؤوف في نهائي السوبر، ولذلك من اجل ارباك كل الحسابات الفنيه للجهاز الفني للزمالك
حالة من التركيز والجدية بتسيطر على لاعبي الاهلي خلال التدريبات اليوم في ابو ظبي من اجل تحقيق لقب بطولة السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، واللاعبين يتعهدون على تحقيق اللقب لمصالحة الجماهير الاهلاوية بعد فقدان عدة نقاط في اخر مباريات للاهلي في الدوري. حسين الشحات يؤكد عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الاهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نص نهائي كأس السوبر والعبور للمباراة النهائية، ويؤكد بأن الانتصار جاء في توقيت مهم ويمنح اللاعبين دوافع قوية قبل خوض المباراة النهائية امام الزمالك. الفوز كان ضروري ومهم للفريق وكنا نستحق تسجيل المزيد من الاهداف، لكن التوفيق غاب في بعض الفرص. في الاهلي لا يوجد فرق بين اللاعب الذي سيشارك في المباراة ومن يجلس على الدكة، الكل يعمل من اجل هدف واحد وهو الفوز. اتواجد في الامارات لاستكمال برنامج التأهيلي وايضا لدعم زملائي ونسعى بكل قوى لتحقيق البطولة، خاصة وان الفريق يحتاج هذا اللقب في هذا المرحلة. التنظيم في الامارات رائع كالعادة وانا سعيد باللعب على ملعب العين الذي اعتبره بيتي. النهائي سيكون قوي للغاية ولكن نحن الاهلي ونمتلك القدرة على الفوز على اي منافس وتحقيق اللقب. محمد علي بن رمضان يؤكد بان بطولة السوبر المصري تمثل اهمية خاصة للفريق باعتبارها احد المحطات المهمة في بداية كل موسم. جميع اللاعبين لديهم رغبة قوية بالفوز باللقب وإهدائها للجماهير في كل مكان، فالتتويج ببطولة السوبر سيكون له طابع مميز على المستوى الشخصي، ولذلك لكونها أول بطولة أحققها بقميص الأهلي منذ انضمامي إلى الفريق. الأجواء داخل الأهلي ساعدتني على الاندماج سريعا بفضل الدعم الذي وجدته من زملائي والجهاز الفني والإداري. الأهلي يمتلك روح جماعية خاصة تجعل كل من ينضم يشعر بأنه جزء من المنظومة فورا، وأيضا وجود لاعبين أصحاب خبرات كبيرة ساهم في تسهيل عملية التأقلم على اللاعبين الجدد. نحترم جميع المنافسين ونخوض كل مباراة بتركيز كبير من أجل تحقيق الفوز، فارتداء قميص الأهلي يحمل مسؤولية كبيرة أمام جماهيره التي تنتظر دائما البطولات. الفريق بالكامل يسعى لتقديم افضل اداء ممكن في بطولة السوبر وجميع المسابقات المقبلة، واتوجه بالشكر الى جماهير الاهلي على دعمهم الدائم، ولدينا عزيمة على تحقيق انطلاقة قوية ومواصلة حصد الالقاب بالفوز على الزمالك وتحقيق لقب السوبر. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال اعجابكم. في النهاية ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي، وما تنساش تقول لنا في التعليقات توقعاتك لماتش الاهلي والزمالك في نهائي السوبر، واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله.